السلام عليكم. وعليكم السلام. انا مندوب الشحن. المفروض حضرتك انا هستلم اوردر من هنا، صح كده؟ ايوه يا صاحبي، صح، خد الاوردر اهو. تمام، شكرا لحضرتك. طب هو عليه فلوس او مقدم؟ اه 300 جنيه. ايه، 300 جنيه؟ اه في حاجة ولا ايه؟ لا عادي، مفيش مشكله طبعا. ده كده كده ضمن حق حضرتك يا فندم. لحظه واحده. اتفضل. ايه ده، انت بتعمل ايه؟ وازاي تفتح الاوردر كده؟ ايه يا فندم؟ مش في حاجة اسمها خصوصية؟ ما يا فندم زي ما هو حق حضرتك انك تاخد مقدم للاوردر قبل ما انا استلمه من المستلم نفسه، فبرضه من حقي ان انا افتح الاوردر واتاكد من محتوياته ان انا دافع ثمنها ديت. يمكن حضرتك تكون ناسي فيه اي نوع من الممنوعات كده ولا كده، خلينا انا اسود. وبعدين حضرتك عارف ان الحرامي بشيلته. وبعدين حضرتك برضه عارف ان انا مندوب حر، يعني انا ولا شغال تبع شركه ولا شغال تبع مطعم. يعني ايه؟ يعني انا شغال بفلوسي. يعني افرض مثلا حضرتك انا ما فتحتش الاوردر وخدت كلمه ثقه ورحت مكان الاستلام، لقيت العميل لاي سبب إن كان ما رضاش يستلم او نايم او قرر يخاصمني فجاه، فانا اضمن منين اني لما ارجع العشه اللي حضرتك قاعد فيها ديت هلاقيك او هلاقي فلوسي؟ وبعدين اعرف منين اذا كان الاوردر دوت فعلا يساوي 300 جنيه؟ مش يمكن شويه ورق مقطع او حتى حته لبس كده قطع او ديبو او اي مشكله فالعميل يشوفها وما يرضاش يستلمها وفي الاخر اضطر ارجع كل ده تاني؟ افتح يا اخويا واكشف براحتك. شكرا لذوق حضرتك يا فندم. ايه ده يا فندم؟ دي علب سجاير. اه ايه المشكلة؟ ازاي ايه المشكله؟ ما انا كاتب يا فندم بالفونت العريض على الصفحه اللي حضرتك طالبني منها ان انا مش بوصل ولا سجاير ولا خمور. ايه ده بجد؟ طب قبلت الاوردر ليه من الاول؟ لان حضرتك ما وضحتش تفاصيل الاوردر يا فندم. انا مش فاهم بجد، وحضرتك بتهزر ولا حضرتك بتستمتع بتعذيب الناس في الحر دوت؟ انت ازاي تتكلم معايا كده؟ انا هوريك، انا هنزل رقمك على السوشيال ميديا، انا هخليك ترند. وانا مش هقول حسبي والله نعم الوكيل. اتفضل اوردر حضرتك اهو يا فندم. عشان حضرتك مطلعني 10 ادوار على رجلي في عز الحر عشان خاطر اوردر في الاخر على الفاضي، وهقول للناس اللي حضرتك عايز تفضحني قدامهم دولت قبل ما تتموا حد زور وتركبوا الترند تفتكروا الايه اللي بتقول بسم الله الرحمن الرحيم: يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. بس. السلام عليكم.